في كتب مش بس بتحكي قصة، في كتب بتلمسك، بتشدك من أول سطر وتاخدك جواها من غير ما تحس. رواية تقراها وتحس إنك جوه قلب بطلتها، جوه خيبتها وجوه كبريائها. وحلقة النهاردة من بوك بايتس بالعربي عن واحدة من أكتر الروايات اللي وجعتني وعلمتني. الأسود يليق بك. أنا مالك، ودي حكايتي بصوت ياسمين، البطلة اللي قررت تلبس الحداد على كل اللي راح وعلى كل اللي مفروض ما يرجعش. البداية كانت موت أبوها، فنان بسيط كان بيغني وبيحب صوته، لحد ما الرصاص سكت الصوت. الإرهاب خطف الفن وخطف الطمأنينة من بيتهم. وبعده أخوها، خسرت صوتين في حياتها وخسرت حريتها. بس هي ما اختارتش الانكسار، لبست السواد، ومش علشان الحزن، لكن علشان تقول أنا فاكرة، أنا مش بنسى، ومش هخلي الدنيا تلوني بلون مش لوني. سافرت لبنان، هربت من كل حاجة، وراحت هناك تغني وهي لابسة أسود. ما كانتش بتدور على تصفيق، كانت بتدور على نفسها. وهنا دخل هو، رجل أعمال غني واثق وعنده كل أدوات الإبهار. شافها في برنامج، ومن وقتها قرر إنها لازم تبقى له. مش بس حبها، لأ، حب يسيطر، يملك، يتحكم. بدأ يبعت لها ورد، هدايا، مواعيد فخمة، كلمات محسوبة، واهتمام شكله حلو. وهي كانت شايفة فيه حاجة جديدة، حاجة شدت قلبها وبرضه خوفتها. حست إنها بطلة في قصة مش بتاعتها. في الأول كانت بتقاوم، بس بعد شوية بدأت تمشي في طريق هو رسمه. ياسمين كانت فنانة، بنت أصول، تربت على الإحساس مش على التملك. بس هو كان راجل شايف الحب سيطرة، شايف الست زي لوحة حلوة مكانها لازم يبقى في إطار. كان عايز يغيرها، يخليها تلبس غير الأسود، تضحك أكتر، تسافر أكتر، تسيب نفسها أكتر. بس هي ما كانتش ناقصة حاجة، كانت بس محتاجة حد يسمعها مش يشكلها. بدأت تحس إنها بتفقد نفسها، كل مرة تمشي معاه خطوة بتحس إنها بترجع ورا. الهدايا كانت كتير، بس الحب قليل، أو يمكن ما كانش حب أصلاً، كان انبهار، تملك، رغبة في الاستحواذ. وهي كانت بتحلم بحاجة أعمق، بحاجة تشبهها. افتكرت أبوها، الراجل البسيط اللي كان بيغني عشان الفن مش عشان الناس. افتكرت أخوها اللي كان حنين رغم قسوته. وبصت لنفسها في المراية وسألت نفسها، هو أنا بقيت فين؟ فين البنت اللي كانت بتغني وهي مغمضة؟ فين اللي كانت لابسة أسود مش علشان تنسى، لكن علشان تفتكر؟ وفي لحظة وعي قررت تمشي. بعدت عن الحب اللي شكله حلو وطعمه مر، عن الراجل اللي كان بيقول أحبك بس ما كانش بيسمعها لما تسكت، عن العلاقة اللي كانت بتغذي أنانيته وتجوع كرامتها. الأسود يليق بيها؟ أيوة، يليق، لأنه مش لون حزن، هو لون كبرياء، لون القوة والصمت والاستغناء. الرواية مش قصة حب، الرواية قصة وعي، قصة واحدة افتكرت نفسها في عز ما كانت بتضيع. مشيت بس ما رجعتش، ما ندمتش، لأنها عرفت إن الكرامة عمرها ما كانت بديل عن الحب، بس كانت دايما الأساس. ودي كانت رواية الأسود يليق بك، رواية بتوجع بس بتعلم.